على مدار 10 سنين اللي فاتوا كنا بنشوف لك لازم تبقى موجود، وإن شاء الله في اللي جاي تاني في عمل إذا كان دراما أو سينما أو يعني أي حاجة هاني بقى موجود فيها والناس بقت مستنياه. الفترة الجاية إيه الجديد عندك وإيه شخصية أو دور نفسك تقدمه؟ الفترة الجاية بعمل في مسلسل هينزل لي اسمه بنون، بنون. وإن شاء الله مشارك في رمضان في مسلسل اسمه جميلة مع الأستاذ سامح عبد العزيز. واللي نفسي أعمله شخصية معينة. كوميدي. نفسي أعمل كوميدي. أوكي. والله ده أنا مسخرة بس ادوني الفرصة. خلاص ماشي، هنشوف حاجة كوميدي إن شاء قريب. الله. طب ممكن نتكلم شوية عن مسلسل بنون؟ هو مع بسنت شوقي بالظبط. صح؟ ممكن نعرف تفاصيل اكتر عنه؟ مش هو مشكلة ان الشخصية كلها هو جريمة قتل او جريمة، فاي كلمة عنه هتحرق في الاحداث كتير جدا. بس هو عن شخصية اسمها حد اسمه طارق، صاحب شركة ديزاين للملابس يعني. وبس انا عيلته اثرت فيه جدا بشكل يخليه ممكن يعمل اي حاجة عشان يرضيهم. تعال نقول كده ماشي يعني احنا لحد هنا حلو قوي. المسلسل 6 حلقات. أيوة. انت مع تجربة المسلسلات اللي عددها قليل ولا حابب برضو المسلسل يبقى 30 حلقة فيما فوق؟ انا حابب المسلسل ما يبقاش ممل. دي اهم يبقى حاجة. 30 حلقة وما يبقاش ممل. وممكن يبقى 6 حلقات وممل. صح. فاهم حاجة بس المسلسل يبقى مشدود وطريقة الكلام تبقى طبيعية، مش فجأة كده اروح رازع صفحه ونص لوحدي وواحد قاعد قدامي ما بيتكلمش اللي هو ما بيحصلش في العالم ده. احنا بنقعد نقطع كلام بعض اصلا اكتر ما بنسمع. انت ايه رايك في المنصات عموما وايه رايك لما مسلسل يروح انتاجه كله او يعني يتاخد بدل ما يتعرض على التلفزيون بيتعرض على منصه الكترونيه؟ شايف ده مفيد ليكوا كممثلين؟ شايف انه مفيد للحركه اصلا بشكل عام، للصناعه نفسها على بعضها. دي اول حاجه عشان بتشجع ان في منصات كتير تبقى موجوده. صح. ولو في منصات كتيره موجوده هتشجع ان في منافسه كتير موجوده، فالكواليتي كلها مش الانتاج يزيد، الكواليتي تعلى. الكواليتي تعلى. مع ان في ناس ممكن تقولك لما الموضوع ده يبقى كتير والمنصات كتير وكده ممكن الانتاج يزيد بزياده والكواليتي مش موجوده. لا الشباب دلوقتي هو متوقع لما يروح على اي منصه عربيه انه يشوف حاجه بنفس الكواليتي. وده اللي احنا بقينا نعمله في مثلا في منصاتنا بقى زي واتشت والحاجات دي. بقينا فعلا في حاجات بنحاول طبعا والتمثيل والمزيكا ونعمل حاجات انتاجنا احنا عليها الخاص. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.